تعرف تصمم صاروخ؟ جمعنا أذكى طلبة في مصر عشان يتنافسوا على تحديات مختلفة في العلوم والتكنولوجيا. في التحدي ده كان مطلوب من الطلبة إن هم يحولوا إزازة مية عادية لصاروخ بيطير لأبعد المسافات، ومسموح إن هم يستعملوا طرق كيميائية وفيزيائية، المهم إنهم يوصلوا الصاروخ لأبعد مسافة، والطالب صاحب أبعد مسافة هو اللي يكسب التحدي ده. جاهزين؟ شارك معانا أكتر من 15 طالب مميز في التحدي ده. تتوقعي أن تكسبي؟ تتوقع تكسب؟ إن شاء الله. كلهم عملوا أفكار مختلفة فاجئونا بيها. التجربة دي أيا كانت الطريقة فهي بتعتمد على قانون نيوتن الثالث. عارف انت الجملة الشهيرة بتاعت لكل فاعل رد فعل مساوي ليه في المقدار بس مضاد ليه في الاتجاه؟ اهو التجربة دي بقى مثال تطبيق عليها. عشان تحرك الصاروخ في الاتجاه ده محتاج قوة في الاتجاه المعاكس. أنا لو مكانهم مثلا استخدم الكيمياء، أكون غاز جوه الإزازة، الغاز ده يتولد بسرعة قوي، أقفل عليه بإحكام فيعمل ضغط، الضغط ده هيتكون جوه الإزازة ويضغط يضغط يضغط، فبالتالي الإزازة تروح الناحية التانية. فدي فكرة المركبات الفضائية. أنا اعتمدت على فكرة الضغط عشان أطلع الصاروخ لقدام. شفنا المحاولات اللي نجحت شفنا محاولات كتير ما حالفهاش الحظ. لحد ما وصلنا لآخر صاروخ معانا. واللي كسب معانا الجايزة المرة دي صاحب أبعد صاروخ في المسابقة، عبد الرحمن جهاد، كسب معانا نظارة VR. لزميلكو عبد الرحمن جهاد وصل أبعد مسافة في التجربة ديت. تفتكر لو كنت مكانهم كنت تقدر تعمل الصاروخ ده بشكل أحسن؟ اكتب لنا في الكومنتس وقول لنا لو حابب تشارك في التحديات الجاية. النهارده كنا في نادي 6 أكتوبر، لايك وشير وفولو وتابعنا عشان تشوف أو تشارك في التحديات الجاية. سلام.